احتفل لاعبو الفريق الوطني اليوم في الحصة التدريبية باللاعب أشرف حكيمي الذي توج مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي بالسوبر الفرنسي أمام تولوز. وخصص لاعبو الفريق الوطني سدا للاعب أشرف حكيمي الذين صفقوا له طويلا في هذا الاحتفال الذي أضفى حماسا كبيرا في صفوف اللاعبين الذين خاضوا هذه الحصة بمعنويات كبيرة قبل السفر إلى كوت ديفوار، حيث عرفت الحاصة عودة نايف إكرد من الإصابة التي شفي منها وشارك في الحصة الجماعية. المنتخب المغربي يواجه منتخب السيراليون في كوت ديفوار. رجحت مصادرنا أن المنتخب السيراليوني هو من سيعوض المنتخب الغامبي بمواجهته في ودية تجريبية في سان بيدرو بعد تغيير وتعديل الركراكي برنامج التحضيرات وتبكير السفر صوب أبيدجان يوم الأحد بدل 10 من الشهر الحالي، ومعه إلغاء ودية غامبيا داخل المجمع. حسن فعل وليد بهذا القرار لأنه توصل بتقرير دلهو على هذا. البقاء هنا مع اختلاف واضح في الطقس والمناخ بين البلدين ما كان ليخدم الأسوود في شيء. الرطوبة والحرارة المرتفعتان حاليا في كوت ديفوار فرضتا السفر المبكر قصد الاستئناس بهذه الخصوصيات.